دكتور، شفنا بعض الفصائل من رفضت تسليم السلاح، رفضت خطة رئيس الوزراء. ما مدى، أو الكل يتحدث عن تصادم ربما يكون عراقي، ما مدى خطورة هذا الأمر؟ لا أتوقع أنه هناك مواطن عراقي قد تصل به الخطورة أنه يقاتل مواطن عراقي آخر، أو ممكن فصيل من الفصائل يجي مثلا يقاتل مثلا مؤسسة مؤسسة رسمية، مثل قد يكون الحشد الشعبي، أو يقاتل مثلا الداخلية أو الدفاع. لذلك اليوم إحنا منظومة اجتماعية ونسيج اجتماعي. حتى هؤلاء ممكن هناك دعوات شفنا من قادة الإطار، وهناك دعوات من قادة اجتماعيين وسياسيين ودينيين، الغرض منها هو تغليب لغة الحوار، و تقريب وجهات النظر الخاصة بهذه الفصائل. فإن شاء الله احنا نأمل من هذه الفصائل أنه تغلب لغة الحوار، وتجد أو هناك طرق أو هناك طرق تلتقي بها هذه الفصائل مع الحكومة، ولم ندخل بتقاطعات معينة. بس إذا حدث الدكتور أمر خطير أكيد راح ندخل إحنا مرحلة صراع محلي، أو حرب تكون تصل إلى الحرب الأهلية، وهاي إن شاء الله بعيدة عن المجتمع العراقي.